الجزائر للأسف الشديد مقارنة ب 2019 و 2017 18 نحن في الحضيض. حاضرنا أسوأ من ماضينا. الماضي تاعنا أفضل بكثير. حكومة 2019 وحكومة 2017 وحكومة 2014 و15 أفضل من الحكومة الحالية. الإنجازات التي حققتها الجزائر قبل 2019 أفضل بكثير من الإنجازات التي حققتها الآن. للأسف هذه حقيقة. هاشتاج نتاع واحد تيزانا تيت يقلب الدنيا والرئيس يتقلق منه ويخاف ويروح يتكلم قدام الولاة وقدام الوزراء ويقول لهم احنا ما يطيحناش هاشتاج. ما دام قيمته معناتها راهو طيحك، معناتها راهو ريب لك الركايب. للأسف الشديد، للأسف الشديد. يعني أنا يؤسفني ويحزنني كجزائري أعيش خارج الوطن، يحزنني أن أتابع خطاب مثل هذا لرئيس الجمهورية. يحزنني، يعني يحزنني. اسمعوا شو يقول الرئيس تبون. 100,000 متر مكعب يوميا، يعني 300 مليون لتر يومي كل محطة. ماهيش مزية في المواطنين، ماهيش مزية في الوطن تاعنا، ونكونوا بهذه الكيفية. احنا أول دولة في استعمال تحلية مياه البحر لتزويد الساكنة بالمياه الصالحة للشرب. 100,000. أقول يحزنني ويؤسفني أن أسمع هذا الكلام لرئيس الجمهورية. أنا حزين جدا، أنا حزين جدا. أقسم بالله العلي العظيم، أقسم بالله العلي العظيم يا ناس غير غلطني عمري وبكيت. هل الجزائر الدولة هذه العريقة تستحق رئيس لا يعرف ماذا يقول؟ الجزائر أكبر من تبون. الجزائر أكبر من تبون، هذه حقيقة. نحن نستحق رئيس عنده كاريزما ويعرف ماذا يقول. نحن بحاجة إلى رئيس يعرف ماذا يقول. الرئيس تبون للأسف الشديد أضعف بكثير من أن يكون رئيس للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. الرئيس الذي لا يعرف، الرئيس الذي لا يعرف أن بلاده تقوم بتحلية المياه في 2008 فقط، وهي من أواخر الدول في العالم العربي وليس العالم اللي لجأت إلى هذه التقنية، لا يستحق أن يكون رئيس جمهورية. الرئيس الذي لا يعرف من أهدى مسدس للأمير عبد القادر لا يستحق أن يكون رئيس جمهورية. الرئيس الذي لا يعرف كم تصدر الجزائر وكم تستورد لا يستحق أن يكون رئيس جمهورية. الرئيس الذي يتناقض مع نفسه، لا يعرف عدد الكباش، عدد الخرفان اللي عنده في بلاده، لا يستحق أن يكون رئيس جمهورية، خاصة إذا كان رئيس متعلم. لأنه احنا كان عندنا رؤساء بين قوسين غير متعلمين. بومدين لم يقرأ في الجامعة، لم يدخل الجامعة، لم يدرس دراسات عليا، قرأ في الكتاتيب وقرأ شوية في الزيتونة في الأزهر، أشهر في الأزهر وجاء ما عندوش مستوى عالي. شادي بن جديد ما عنده حتى مستوى، مجاهد مسكين. بومدين خير منه. بومدين على الأقل يكتب العربية، الشادي ما يكتب لا العربية لا ولا يتعلم شوية فرنسي. الشادي مجاهد أمي. جا بعده المرحوم بوضياف نفس الشيء أمي. علي كافي نفس الشيء، حتى هو مثقف شوية عربية ولكن ما عندوش مستوى. بعده زروان نفس الشيء عسكري، ما عندوش يعني مستوى أكاديمي، عنده مستوى عسكري. بوتفليقة نفس الشيء، ما عندوش مستوى، ماهوش قاري دراسات استراتيجية وأكاديمية وداخل جامعة ودا يعني دار كما نقولوا مستوى عالي، ما عندوش. الرئيس الوحيد الذي يحمل مستوى جامعي وتخرج من المدرسة الوطنية للإدارة اللي هي أهم مدرسة وأهم معهد وأهم جامعة في الجزائر اللي هي المدرسة الوطنية للإدارة، هو تبون.
الرئيس الوحيد اللي عنده مستوى أكاديمي عالي مقارنة بالرؤساء القدم. قبل عبد المجيد تبون ما كان حتى واحد عنده مستوى أكاديمي، واحد ما عنده ليسانس، واحد ما عنده مدرسة لإدارة، واحد ما عنده مستوى مهندس أو طبيب أو كذا، ما عندهمش كلهم. من بومدين أو من بن بلة الله يرحمه، من بن بلة إلى بوتفليقة الله يرحمه، ما فيهم حتى واحد قاري في الجامعة، كلهم مستوى متوسط، لكن كل واحد التخصص تاعو. الوحيد اللي عنده مستوى أكاديمي وقاري في المدرسة الوطنية للإدارة من الدفعات الأولى، نظن هو الدفعة تاع 79 ولا 69 قصدي، دفعة 68 69، من الدفعة الأولى يعني من الدفعات الأولى في المدرسة الوطنية للإدارة هو عبد المجيد تبون، يعني عنده مستوى أكاديمي. لكن للأسف الشديد أخطاء تبون لا تقارن بأخطاء باقي الرؤساء، لأنه يهدر بزاف، يغلط بزاف، كل مرة يهدر كل مرة يغلط، يهدر بزاف يغلط بزاف، ما يحفظش وما يحطش ورقه قدامه وما يراجعش دروسه، يعطوا له تقارير يكذبوا عليه الوزراء ويكذبوا عليه المصالح ويكذبوا عليه الخرط ويكذبوا عليه الاعلام نتاعو في المديريه، يعطوا له تقارير يطبعوا فيه على راسه، وهو جاي قدام التلفزيون جاي يطلق في الهضره: الجزائر اكبر دوله في العالم تحلي المياه وحنا ودرنا وكذا. يا تبون، الجزائر اعتمدت تحلية المياه في أواخر 2007 2008، في بداية جونفي 2008 بدينا نحليو 200 ألف متر مكعب من مركز الحامة في العاصمة. أول مركز اللي دشنوا الوزير شكيب خليل هو مركز العاصمة الحامة في 2007 2008، نهاية 2007 2008 دشنوا. أول مركز هو مركز العاصمة الحامة في 2008 اللي دشنوا شكيب خليل يا عبد المجيد تبون. شكيب خليل في 2008 السعيد بن زديرة كان يعيش في سلطنة عمان، لقيتهم يشربوا في الماء تاع البحر عندهم 20 سنة. السعودية عندهم 20 سنة ولا أكثر. أنا كي رحت لسلطنة عمان دخت نلقى الناس يشربوا، قال لك يشربوا في الماء تاع البحر. ابن عمي الماء حلو، قال لك لا هذا ماء تحلية مياه البحر. 2008 أنا كنت عايش في سلطنة عمان، كان مازال ما فتحش المركز تاع الجزائر، لقيت سكان سلطنة عمان لقيتهم يشربوا في الماء تاع البحر عندهم 20 سنة. السعودية أكبر دولة في العالم اللي تحلية المياه. فرنسا يحليوا الماء. أمريكا تحلي الماء. قائمة الدول هاي وين؟ عندي قائمة الدول اللي تحلي الماء وراي، خلوني نشوف عازرين هذه الدول اللي عندها تحلية المياه. خلوني نشوف الدول اللي عندها تحلية المياه. نعطيك القائمة سي تبون، لكن ما عجبكش نعطيها لك. السعودية، الإمارات العربية المتحدة، قطر، الكويت، البحرين، سلطنة عمان، ليبيا، مصر، الكيان الصهيوني، الأردن، الهند، الصين، اليابان، إسبانيا، إيطاليا، اليونان، الولايات المتحدة، تشيلي، أستراليا، جنوب إفريقيا. يا ويلي يا تبون قائمة سلسلة تاع دول اللي تحلي الماء، تجي تقول باللي الجزائر هي أول دولة تحلي الماء. أخاف ربي يا ودي، هاك تضحك علينا الناس، على الأقل ما تهدرش، ماكش قادر تهدر، ماكش عارف اش تهدر، ما تهدرش، اسكت. ماكش قادر تهدر وماكش عارف واش تخرج من فمك وماكش عارف اش راح تقول، على الأقل اسكت، عاونا بالسكات، كمل الفترة نتاعك، عاونا بالسكات. الجزائر أول دولة في العالم تحلي الماء، ما كاش منها تبون.
غلطوك كذبوا عليك. اذا كان ما رجعتش دروسك يا سي تبون، اذا كان ما عندكش جوجل في الدار يا سي تبون، اذا ما عندكش جوجل في الدار وتقدر تضرب جوجل وتسقسي، سقسي جوجل الشيخ قول قدس الله سره، سقسيه قول له اول دوله ولا متى الجزائر بدات تحلي في الماء يعطيك. اذا ما عرفتش على الاقل شوف واحد استاذ في الجامعه جيب معك. علاش انا نقول لك يا تبون لازمك مستشارين ولازمك خبراء معاك، لانه الوزراء اللي عندك يكذبوا عليك، او انت راك من راسك، يا اما هما يكذبوا عليك يغلطوا فيك، يا اما انت راك من راسك راك تخلق في حوايج اللي تسيء للدوله، لأن الناس يضحكوا علينا. عندكم رئيس لا يعرف ان الجزائر هي اخر دوله تحلل مياه البحر، عندكم رئيس يسيركم يا شعب جزائري يا هيشر، عندكم رئيس لا يعرف ان بلاده هي اخر دوله في العالم تحلي الماء. قبله كاين 20,000 دولة في العالم يحليوا مياه البحر ويشربوا منه. يجي قدامكم انا اللي عجبتني الولاد قاعدين يصفقوا له، شوف الهيشر هذاك وراهم ربهم هذا وين عدينا بلاد كاع ورا هذا تسبون. سمعوه 1000 متر مكعب يوميا، يعني 300 مليون. انا عجبوني اللي يصفقوا له كاع فرحانين. كل محطة ماهيش مزيه في المواطنين، ماهيش مزيه في الوطن تاعنا، ونكونوا بهذه الكيفيه احنا اول دوله في استعمال تحليه مياه البحر لتزويد الساكنه بالمياه الصالحه للشرب. 100,000 متر. نعجبوني اللي يصفقوا له، يعني عاجبهم الحال، ما كانش واحد ينوض يقول له لا ستب راك غلط. ما فيكمش انسان رجل رشيد، ما فيكمش انسان عاقل، ما فيكمش انسان عاقل يقول له يا تبو راك غلط، يا تبو راك تضحك علينا الناس. قاعدين يصفقوا له السيد رايح الواد، السيد مادي البلاد دخل ربها في حيط، ويصفقوا له يقولوا ايه راك مليح. تتحاسبوا قسما بالله، تحاسبوا عند ربي وعند الشعب وعند التاريخ. سيحاسبكم التاريخ، هذو اللي كانوا يصفقوا لتبون كلكم يحاسبكم التاريخ، لانكم غلطتوه وكذبتوا عليه وغلطتوا الشعب الجزائري.